مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا انا النهارده معايا صديقي هاني حتحوت. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عبدو؟ عامل ايه ايه؟ الاخبار؟ ايه النور ده؟ انت اللي منور الدنيا كلها ب- ومتألق ومكسر حبيبي الدنيا. حبيبي ربنا، انت من اخر مره كنت معايا كنت انت بص مكسر الدنيا عندي في الفرح حبيبي. بجد، والعربيه بتاعتك مكسره الدنيا. الناس و... كلها واخده بالها. وعملنا آه. عليها مبيعات قويه جدا. والله والله الحمد العظيم. لله، ربنا يزيد ويبارك. المهم انت عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. دنيتك انت عامل عامله ايه؟ ايه؟ الحمد لله انا زي الفل الحمد لله. وكله بخير. ودايما انت متالق كده الحمد ودايما لله. الناس بتحبك الحمد لله. بجد يعني الحمد لله. وانا النهارده بقى اللي داير الحوار. يلا بينا. يلا يعني بينا بس انا اسالك شويه اسئله اصلا ما بعرفش اسال قوي. بس انت نتكلم. انت اللي دردشه مع ايوه عبدو الامين، دردشه يلا حبيبي. ندردش. حبيبي مم. انا عايز اعرف انت خريج ايه اصلا. اه. والناس تعرف انت خريج ايه. مم. وايه اللي دخلك مجال الاعلام، مم. وايه اللي دخلك الرياضه. طبعا مم. الرياضه دي مولها طويله قوي قوي. وخناقات وحوارات انت ودنيا أدرى. انا شفت. يعني انا شفت يعني. بس بص قول. انا اتخرجت، انا الاول اتولدت في السعوديه. تمام كنت قعدت 10 سنين هناك. تمام. كنت باجي بس مصر في الاجازات. مم. وكنت من وانا صغير، انا بابا مدرس عربي، تمام فمن وانا صغير كنت بدخل مسابقات القاء شعر وبقف قدام ناس، ومن وانا طفل يعني من مرحله ابتدائي، والحمد لله كنت حتى الاول على جده في ان شاء على الله. غرب جده في القاء. وبالتالي من وانا صغير وانا بحب ان انا اطلع اتكلم قدام الناس والقي شعر، مش انا اللي بكتبه بس بلقي اداء يعني. الاذاعه المدرسيه بتاعت زمان. الاذاعه المدرسيه حاجه، وكمان بدخل مسابقات بقى فاهمني ايوه على ايوه مستوى ايوه جده يعني. ايوه. فلما جيت مصر درست عادي ثانوي وثانويه عامه ودخلت اعلام عين شمس، اداب إعلام. اعلام عين شمس، اداب اعلام. اللي هي دلوقتي تعرف بقت اللي اسمها انا اعلام. اداب اعلام. انت قلت لي انا اداب اعلام بس طنطا. طنطا. ما هي اداب اعلام على فكره دي من يعني مطلعه ناس كتير قوي شغالين في المجال اداب ده اعلام، حقيقي. سواء طنطا ده او حقيقي. حلوان ده او حقيقي. عين شمس او غيرها يعني. اه واتخرجت دخلت اذاعه وتلفزيون فاشتغلت اللي انا بحبه، يعني اشتغلت انا درسته واللي انا بحبه من وانا صغير. انا كان معود عليا ان أنا اشتغل برضه في قناه كده، قناه الستة بتاعت طنطا. تمام. بس دلتا. الدلتا جدع. بس طبعا كان والدي بقى حته التجاره وحته ان انا اطلع يبقى عندي تجاره والكلام ده، فما كانش مهتم بحته الايه اللي انا اطلع كمهنه تانية. مفهوم. انت فاهمني. وانا من الناس بالمناسبه انا كنت بلعب كوره في طنطا وكنت لعيب جامد جدا انا سمعت عنك كتير في موضوع انك ديفندر جامد. كنت بلعب في اول كان في انديه كتير كانت عايزاني. انت ليه ما فاهمني؟ كملتش بقى انتقالاتك لنادي تاني؟ ليه ما كملتش؟ طبعا كان حته بقى، عارف انت اللي هو ايه، كان يقول لك لا كوره ايه، لا انت كلنا ما هو الجيل بتاعنا كله اتقال له كده ذاكر كوره كوره ايه. لا ايه. لا اما مذاكره لا اما المحل بتاع والدي. مين اللي هيمسك الشغل بتاعه؟ صح. انت فاهمني. فطبعا ما كانش بقى عنده حته الاولويات اللي بعد كده بقت الكوره هي رقم دلوقتي واحد. بقت مذاكره ايه يا ابني؟ قوم لا العب كوره. الوضع اتغير. الوضع اتغير. وكان برضه خلي بالك يعني برضه انت عندك الكوره في طنطا برضه غير بقى مثلا انديه القاهره. انت في انديه اسكندريه يبقى الوضع برضه ايه، مبقاش بالقوه زي هنا. صح. انت فاهمني. غير الاهلي غير الزمالك غير الكلام ده. مم. بيبقى الوضع مختلف. ايوه صح. انت فاهمني. فانت ما تبقاش حاطط مستقبلك كله في حته الكوره. ايوه انت فاهمني. نعم. بس انا من صغري انا بحب التجاره. يعني انا من صغري اصلا متربي في بيت تجاره. متربي في بيت تجاره. والدي راجل تاجر تمام، كان تاجر قوي، فربنا يعني ايه اصول التجاره. ما شاء الله. انت فاهمني. فالحته دي انا حتى انا اخواتي برضه عندهم مشاريعهم، اخواتي بنات. اوكي. عندهم مشاريعهم. اختي عندها حضانات والمثلا ماسكه مدرسه واللي عندها اداره حاجات تانية كده في الشغل برضه. هو الطنطاويه شاطرين. حقيقي. ده حقيقي. خلي بالك زي المنايفه. لا الملايفه هم مكتسحين البلد. انا منوفي. لا الملايفه حبايبنا. انتوا شاطرين احنا مكتسحين. طب اقول لك على حاجه، انا يوم ما والدي كان عايز يعلمني اصول الحياه وداني المنوفيه. فعلا والله العظيم. في ايه ده؟ لا اشرح لي. يعني انا لما بدات خلصت ثانويه عامه تمام. والدي وداني حته اسمها الشهداء وكفر عشمه في المنوفيه. طبعا الشهداء. على وقفني هناك مع الصناعيه. ماشي. الراجل اللي هو البوهياجي السمكري. انت فاهم الناس دي. ليه؟ هو الناس دي بتاعت شغل. ايوه. وبتاعت عمل. ايوه. فوقفني يعلمني الحياه بطبيعتها ايه. الله. انت فاهم. مفهوم. عشان لما ارجع امسك الشغل بتاع ابويا فاهم الدنيا. خلاص بقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. وبص انا يعني انا فعلا انا اللي سبب الوضع اللي انا بقيت فيه دلوقتي ده سبب من الاسباب الحياه اللي انا عشتها في المنوفيه. ما شاء الله. صح. ما هو الواحد بيتبني من وهو طفل. ده حقيقي. ده حقيقي. بس لما تيجي تشوف الوضع دلوقتي انت ما تقدرش يعني انت تخاف على ابنك توصله الحته دي. ليه؟ اللي انت شفته مش عايز ابنك يشوفه. ما يشوفه علشان اللي انت شفته ده هو اللي عملك. لا هقول لك ليه. النهارده التربيه
او اللي انت مثلا ايه حاطط ابنك في وضع معين، هتخاف تحطه في الحته اللي انت اتحطيت فيها. الاباء زمان غير برضه الفكر دلوقتي. مش مختلف معاك، بس في خلي الاخر بالك. انت ممكن تعيشه اللي انت عشته بس بظروف احسن، ممكن بحمايه ممكن اكتر. صح لان صح. انت خلاص اولا اتعلمت، ثانيا انت الحمد لله ربنا قدرك انك تعرف تعيشه ظروف احسن. ده حقيقي. لكن ده مش معنى حقيقي. كده ان هو ما يعيش الحياه اللي اتعلمه، لانه ممكن يعيش مهما الاب والام علموا، الحياه لازم تعلم. فما ممكن تخلوش يتعلمه وهو كبير. ممكن تعيشه الحياه دي بس هو معاك. 100% تبقى يعني متابع مراقب. ايوه صح. يعني انا النهارده مثلا عندي عمر ابني لسه 3 سنين. ما شاء الله. الله يخليك، لسه قبل ما يكبر شويه مم. ينزل فروع عندي. حقيقي يعني صح. انت ممكن ننزله الفروع عندي، مم. ممكن ينزل يتمرمط شويه في الفروع، ايوه يجيبها من تحت في الفروع. يعني أيوة. عندي في شغلنا في صح. الشركه عندنا. صح. انت فاهمني؟ ده اصل ده مش بس بيعلم مهنه، ده طبعا بيكون شخصيه. طبعا انه احنا يتعامل مع الصنايعيه ويتعامل مع الزباين ويتعامل ده مع حقيقي. ويشوفك وانت بتتعامل ازاي، ده كله بيكون. انا عايز اقول لك على حاجه، النهارده هاني حتفوت ربنا كرمه وصل في وضع اعلامي رياضي قوي. الحمد لله. هل انت لو وصلت ده جه من فراغ؟ لا طبعا. مفيش حاجه بتيجي من طبعا. فراغ. مم. النهارده كل حاجه بتيجي بشقه. مم. بس زي ما انت بتقول كده، في الظروف اللي انت هتحط فيها. مم. النهارده انا مثلا عمر ابني عايز اربيه مم. وعايز اخليه قوي في الحياه، هربيه واخليه قوي واقسى عليه بس في ظروف الحياه اللي انا فيها. صح مظبوط مظبوط. مش هينفع اوديه تاني المنوفيه داش من لا مش لا، هينفع. مفهوم تماما. صح. انت فاهمني؟ مم. بدليل انت بتلاقي ناس اللي هم رجال اعمال قويه جدا مم. طالع اولادهم نفس التربيه بتاعتهم ونفس الشغل بتاعهم أيوة. ونفس قوتهم. تمام. ليه؟ عشان هم اتربوا في الظروف الحياه اللي هم عايشين فيها. صح، الجديده. ايوه المختلفه. صح. ايوه. بس النهارده مثلا ايه، انا مثلا مثلا معايا عربيات، مم. ابني عايز عربيه، لا ما العربيه مش هتيجي سهله لما تشقى أيوة. وتتعب في شغل ابوك صح. عشان اجيب لك عربيه. صح بالظبط. انت فاهمني؟ بالظبط. بس فلا الحياه يعني الحياه قاسيه بنواحيها، بتعلم. بتعلم. انت فاهمني؟ ولازم الواحد يتعلم ويزداد خبره يعني. صح. انت فاهمني؟ صح. انت الاول اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا ولا ده ولا ده، انا آه. بحب الاثنين. مذيع كوره، فبالتالي بتعامل مع كل الجماهير، بتعامل مع كل الانديه بمختلف الانتماءات، بمختلف الافكار. بحس انه فكره ان انا يكون ليا انتماء ده بيعيقني شويه عن ان انا ابقى مع الناس. تمام. وعن ان انا ابقى عارف اطلع او اسال في كل الاتجاهات، او ان انا ابقى عندي تقييم للي بيحصل هنا او اللي بيحصل هنا. وبالتالي انا اكيد ما فيش حد في مصر ملوش انتماء يعني، ما دام بيحب الكوره. لكن لما تشتغل الشغلانه هتحس انه الافضل على كل المستويات انك ما يبقاش ليك انتماء. فانا ماليش انتماء، ليه انتماء للمشجع اللي بيتفرج عليا والمشاهد، وانتماء لشغلانتي باصولها، وانتماء لنفسي ان انا عايز ابقى بتطور، فان انا عايز ابقى بفهم اكتر، فان انا عايز ابقى مطلع اكتر، فعايز اتعامل مع الناس كلها. مفيش انتماء كروي يعني. انا من الناس اللي انا معجب بشخصيتك حقيقي. حتى كنت بشوفك على الشاشه راجل واثق في نفسك. الحمد لله. اسلوبك حلو مقنع. انت فاهمني؟ وده حاجه خلتني ان انا احبك قبل ما اشوفك. انا كمان انا ما شفتك حبيبي. والله يعني حبيبي. بجد، اصل انت من الناس اللي تدخل القلب بسرعه. حبيبي انا ربنا يخليك، تسلم لي. ما شاء الله يعني. الكوره دلوقتي احسن ولا ايام بقى ابو تريكه ومتعب والناس دي؟ بص، هي كل كوره يعني، انا بعترض على جمله انه هو دلوقتي في كوره. لانه لا، مش الدرجه دي. بس هي الكوره مختلفه عن كوره زمان كانت الكوره اللي احنا اتربينا عليها، اللي هي بتاعت الكوره الحلوه والكوره بس. وحتى اللي حوالين الكوره ما كانش مؤثر بالشكل الحالي. دلوقتي دخل فيه عناصر كتيره قوي، منها الفلوس بقت مسيطره بشكل عنيف، وبالتالي الفوارق بقت كبيره قوي، الرعايات بقت كبيره قوي، الاعلام بقى اكتر بكتير وبقى مؤثر قوي كمان في الكوره. والسوشيال ميديا ما كانتش موجوده زمان. السوشيال ميديا رغم ان هي اضافت، لكنها برضو ضرت بشكل او باخر. ضرت اللاعبين، ضرت الادارات، ضرت الاعلام. مش عشان هي غلط، لكن عشان الاستفاده او اللي هو ان انا باثر وبتاثر بالسوشيال ميديا، بقت تاثيرها احيانا السلبي بيبان جوه الكوره. فالكوره بشكل عام ما بقتش بنفس حلاوتها، لكنها ما انعدمتش حلاوتها، بس ظروفها مختلفه تماما عن ظروف الكوره بتاعت بس هل الموضوع ده طبعا اثر على المنتخب؟ 100%. انا شايف الموضوع كده 100%. واثر على الكوره في مصر. النهارده انت بتشوف اللعيب بياخد ملايين بدون جدوى. تمام. حته السهر وحته قله الالتزام. وخلي بالك قله السهر والالتزام ده في اللعيبه اللي المفروض يعني اهلي وزمالك المفروض رقم واحد. طبعا الاكثر احترافيه يعني. ايوه المفروض الناس دي ملتزمه التزام رهيب.
ودي حته خلي بالك انا شايفها اللي هي مؤثره عن الكوره بشكل عام. صح كده ولا؟ 100%. بس انا اقول لك على حاجه، زمان كان في برضو لاعبين اهلي وزمالك بس كانت السوشيال ميديا ما كانتش ظاهراهم بالشكل ده، وفي نفس الوقت كان هما كمان ما بيعملوهاش مش هقول بجاحه، لا يعني ما كانوش بيعملوها بالوضوح ده. يعني كان هما بيبقوا عارفين اللي ليهم واللي عليهم، وعارفين ان ما ينفعش المشجع يشوفني هنا، وعارفين ان ما ينفعش مدير الكوره يبقى عارف ان انا هنا، فبالتالي كانت الموضوع مستخبيه. دلوقتي بقى في شو بشكل عنيف شويه، ده حقيقي. بقى في للاسف الفلوس عشان كترت قوي، والجماهيريه كترت قوي، والاخلاقيات ما بقتش زي زمان شويه. زمان كان برضو معروف انه ايه ده ازاي بيحصل كده وكان فاهم. دلوقتي الدنيا بقت اكثر انفتاحا، فبقى الواحد ما بقاش عنده نفس القيود اللي كان بيحطها عليه المجتمع او بيحطها هو على نفسه او بتحطها عليه ظروف حياته. بقت القيود اقل شويتين. انا على فكره ما احبش ان يكون في قيود، لكن في الاخر كل وظيفه واكل عيش بتحط عليك قيود، ما بقاش في الالتزام بيها كتير. صح يعني مش هتعامل لعيب الكوره مش هيتحط عليه نفس القيود اللي بتتحط على المهندس. الاثنين كل واحد ليه قيود في شغلانته، فما ينفعش لعيب الكوره يبقى بيسهر لانه السهر بيضر مستواه، ما ينفعش يبقى ما بياكلش كويس لانه عدم الاكل المنتظم بيأثر على ادائه. وبالتالي هو ده الغريب، ان انت يبقى بتاخد الاكتر فلوس الاكتر نجوميه الاكتر شهره، ورغم كده ما بتعملش الحاجات اللي تحافظ لك على الحاجات دي اللي تخليك تلعب في اهلي وزمالك بالشكل ده. فدي طبعا اثرت على المنتخب. السوشيال ميديا 100% اثرت على اللعيبه، اهتمامهم بان هم يتقال عليهم ايه سواء الكويس او الوحش اثرت. واثر في ده كمان انه الانديه والمسؤولين ما تطوروش مع تطور الحياه، فبيتعاملوا لسه بدماغات زمان. ده حقيقي. فاهمني؟ انا كنت بشوف محمد صلاح متابعه كده وبتفرج عليه. راجل بيتكلم في حته، عارف انت اللي هو ايه الكلام بتاع زمان انت كنت تسمعه من ابويا ووالدك والناس دي، اللي هو يقول لك ايه نام بدري، كل كويس، مش عارف اشرب لبن. صح. الحاجات دي انا شفتها مع محمد صلاح وبيتكلم عليها. الله عليه. صح كده. اللي يبدو قدامك انه كلام قديم، لكن هو في الواقع هو ده الصح بكل بساطه. في المقابل بقى انت تعالى شوف ناس عندنا في مصر المفروض ناس محترفه، ناس بتوع منتخب. انا بكلمك بلغه بقى ايه، مش كعبده الامير راجل التاجر اللي هو اللي انا لعبت كوره بالظبط. وشفت يعني ايه مثلا، يعني ايه يعني اتربينا على حته يقول لك لازم تبقى ملتزم ما تسهرش. تعالى شوف الوضع ده دلوقتي في لعيبه ولعيبه قويه مفروض وليها ثمنها، الناس دي مبوظه الدنيا حقيقي. وتاثيرها بيبقى كمان على فرقتها كامل. يعني ممكن الفرقه تبقى اغلبهم ملتزمين، بس الكام واحد اللي مش ملتزم يضر الفرقه كلها. بص انا شفت موقف في الماتش الاهلي الاخير ده بتاع باتشوكا. اللي ايه بتاع اللي هو الفريق المكسيكي ده. واحد من الجماهير بيبكي بطريقه وبحرقه، يعني انا خفت الراجل ده يحصل له حاجه. على فكره انا شفت الشاب ده طلع تاني يوم واتكلم وكانه بيعتذر على انفعاله. انا عايز اقول له حاجه، انت ما تزعلش خالص ولا تتضايق، واللي انت عملته ده كان طبيعي وواقعي، والمشجع ده من حقه ان هو يقول اللي هو عايزه. ما بنحبسش الشتيمه والغلط، هو ما غلطش ولا شتم اللي احنا بنتكلم عليه، لكن في نفس الوقت انت المشجع ده من حقه جدا ان هو ينتقد، ومن حقه حتى ان تحليله ما يكونش موضوعي 100%، لانه في الاخر ده غير مستفيد، ده مجرد محب، دي متعته. انا بشوف أليكس فيركسون كان بيتكلم في انترفيو قديم، فكان بيقول ان انا دايما بقول للعيبتي ان احنا اهم هدف عندنا ان احنا نخرج الناس مبسوطه من الاستاد. الناس دي جايه من بيتها، سايبه شغلها، سايبه حياتها، دافعه فلوس علشان تتبسط. فايه اللي يبسطه؟ ان انا اقدم له ماتش كويس واخرج كسبان. فبقى دايما وبحاول ان انا اخرج المشجع مبسوط باحلى طريقه ممكنه. ان انا مثلا متعود ان المشجع لما بنكسب في اخر دقيقه بيبقى الادرينالين في السماء مطيره، فيلا نحاول نلعب لحد اخر ثانيه علشان يا سلام لو جبت الفوز في الدقيقه الاخيره. فبالتالي انت التارجت الاساسي بتاعك غير انه ده شغلك ودي فلوسك، ان انت تبسط اللي جاي. فبالتالي لما يزعل لازم تحترم ان انت مزعله، وايه هيزعله اكتر من انه خسران. ده حقيقي. في ناس يعني انا مثلا شفت رونالدو قبل كده، طبعا برضه من الناس اللي انا من الناس اللي انا بحب ابص على حد الناجح. نجح ازاي. او الراجل اللي يقول لك اوروبا والناس اللي بره ايه فعلا اللي انا الحته اللي انا بقول لك عليها، يقول لك انا بنام مش عارف عدد ساعات معينه، صح، بتمرن مرتين في اليوم، باكل اكل معين، انت فاهمني، نسبه الدهون مش عارف ايه. الحاجات دي مش موجوده هنا. خلي بالك انت النهارده الناس باصه لاوروبا والدول اللي بره
بنظره تانية. بنظره اللي هي ايه، الشرب، نظره واخدين الحاجات الصغيره قوي اللي حوالين حياه المحترف. خلي بالك انتوا ما يعرفوش ان الناس دي ناجحه. صح، الناس دي ناجحه عشان الناس ملتزمه 100%. انا بص، في جمله ما انساهاش قالها لي وائل جمعه لما اعلن اعتزاله من عندنا من الغربيه، من المحل اصلا. مظبوط، محلاوي جامد. وهو بيعتزل، دخل معايا مداخله في البرنامج بتاعي في الراديو. ده من زمان، ده الكلام ده مش هو اعتزل 2013 او 14، حوالي 10 سنين. بالظبط. فطلع قال لي ايه، قال لي بقول له انت لما تبص على مسيرتك حاسس بايه؟ قال لي ببص ان انا تعبت كتير. ده حقيقي. وان انا حرمت نفسي من حاجات كتيره قوي. ده حقيقي. حرمت نفسي من خروجات، حرمت نفسي من مناسبات اجتماعيه، حرمت نفسي من انبساط علشان اوصل للي انا وصلت له. فانا ببص وبقول انه انا مبسوط ان انا حرمت نفسي من الحاجات دي، لان هي الحياه مليانه مغريات، وحياه النجم مليانه مغريات. ده حقيقي. ومليانه، مش هسميها فتن، بس هسميها ان هي حاجات تشتت، مشتتات. حقيقي. فانك تعرف تبعد عن المشتتات عشان تركز في مسيرتك، دي اللي بتعمل نجم حقيقي يعني. واحنا شفنا ناس كتير خلي بالك كانوا ماشيين كده تمام، وربنا كرمهم تمام، مش في الكوره بس، في الحياه عامه، حتى في التمثيل، حتى في الفن، حتى في الناس دي كلها. في ناس بتبقى ماشيه كده حياتهم بتبقى فعلا فيها نجاح تمام، واللي ماشي كده ده بيبقى في حياته في خط تخبط يعني. وانا عندي مبدأ في حياتي ليه انا شفت الكلام ده. النهارده انا راجل حرمت نفسي من حاجات معينه تمام عشان اوصل لهدف معين. انا النهارده راجل بصحى مثلا الساعه 9 واقعي، بصحى الساعه 9 الصبح عشان اشتغل لحد الساعه 12 بالليل تمام. انا حابب نفسي من حاجات معينه. والله انا كنت قاعد مع مراتي فبقول لها ايه، بقول لها بصي يعني انا عايزك تتبسطي بالحياه وخلينا انا بعيد شويه الفتره دي. لان النهارده انا بعمل مستقبل ليه. تمام. بعمل مستقبل لاولادي، بعمل مستقبل لمراتي. تفهمت هي الجمله دي؟ تفهمت الحته دي. تفهمت الحته دي. هي ليه تفهمت الحته دي؟ عشان هي معايا من فتره طويله ومعايا في شقه. شايفه الوضع عامل ازاي. شايفه النهارده انا كنت قاعد في شقه عامله ازاي، دلوقتي قاعد ايه. ايوه. كنت راكب عربيه ايه ودلوقتي ايه. مظبوط. هي شايفه الكلام ده صح. بس انت النهارده الصعب في الوضع ده انك تحافظ على النجاح 100%، لان تاني المغريات بتزيد مع نجاحك اكتر. ده حقيقي. انا بقى عندي مبدأ بضيفه على مبدأك ده ومتفق معاه جدا، هو فكره ان هو انت مش متاخر يعني. ابدأ دلوقتي، احنا كلنا بنغلط. ده حقيقي. فما تقعدش مع الغلطه كتير، تقعد تفكر فيها، سواء في تأنيب نفسك بالظبط او في ان انت تقعد تبص هو انا لو كنت عملت كذا كان يبقى ايه الوضع، وان انا ضيعت وقت في الغلط، لان مفيش حد ما بيغلطش. ده حقيقي. على طول الطريق يعني. ده حقيقي. في اخطاء ممكن بنقع فيها شويه وبنكمل فيها شويه، لكن في الاخر خد القرار على قد ما تقدر يعني وتحرك. ابدا عادات جديده تخليك تنسى العادات السيئه وتبدا عادات كويسه. فهي اقصد ان احنا ما تحبطش بفكره ان انت غلطت، لان مفيش حد ما بيغلطش حتى الناجح يعني. ده حقيقي. ده حقيقي. الغلط وارد. وخلي بالك انت الغلط ده بدايه نجاح. يعني لو اتعلمت. ده حقيقي. انا من الناس فعلا، انا افتكر ان انا سبب نجاحي وسبب قوتي هي غلطه انا خسرت فيها فلوس. انت فاهمني. ايه هي؟ كنت في طنطا وكنت باخد فرع جديد. انت فاهمني. والفرع ده كنت لسه بقى كان عندي فرع واحد بس. وكنت خلاص بدات اخد فرع تاني. وخدته فعلا. واشتغلت. والمكان ده ما اشتغلش قوي. تمام. وكان عندي اصلا فرع شغال اوتوماتيك. اوكي. الطبيعي اللي انا اقول ايه، اللي انا خلاص بقى اقفل الفرع ده وارجع الفرع التاني. لا، انا نقلت من فرع يعني من مكان اللي جنبه مكان بعديها ب3 محلات. انت فاهمني. وبدات اشتغل ماركتنج بقى وبشتغل دعايه وبدات اقوي نفسي الحمد لله لما ربنا الحمد لله. النهارده انا ما وقفتش عند وقعه. صح. وقلت لا خلاص انا هرجع بقى، انا خلاص وقعت. مظبوط. انت فاهمني. دي برضه 100%. يعني انا في كتاب قريته قريب اسمه تجرأ تنجح. ده حقيقي. عنوانه هو كافي جدا بيشرح او بالمعنى البلدي اللي يقول لك الايه، في مثل كده يتقال لك اللي عنده لا قلب عنده رزق. مظبوط 100%. هو بيقول لك هو مع مضمونه انك ما تقفش عند المشكله او عند التعثر او عند التقييم الغلط او عند الغلطه اللي انت نفسك حقيقيه عملتها. ده حقيقي. لانه اتجرأ وخش على اللي بعده. ايه اكتر مواقف وقعت انت فيها وتعبتك؟ كتير. اكترهم يعني من على طول الطريق، هبدأ من ورا وادخل لقدام. انا اتقال لي كتير انت ما تنفعش تبقى مذيع. وانا صغير يعني، وانا وقت الجامعه ومرحله ما بعد الجامعه على طول في اختبارات بقى بدخل اعمل كاميرا تيست واقف قدام الكاميرا، كان بيتقال لي انت شكلك صغير قوي، انت قصير،
انت صوتك مش مناسب قوي. حاجات كتيره بتتقال يعني. وعلى فكره ده انا ما لومش عليه اللي بيقيمني، لانه في الاخر ممكن اكون وقتها انا فعلا كنت محتاج ان انا اخد فرصه اطول في ان انا اتمرن وكده. فدي كانت محبطه شويه، لكن الحمد لله ما وقفتش عندها. يعني انا حتى ما قلتش لا انا لازم اكمل، انا كملت تلقائيا يعني مش جمدان مني، فاهمني؟ بس دي كانت من الحاجات الصعبه اللي في مسيرتي، ان كان اول ما بيتقال لي جمله زي دي كنت انا ببقى خارج متضايق قوي ان انا ايه ده، وانا مش هبقى مناسب، وانا مش عارف ايه، فاهمني؟ دي كانت من الحاجات الصعبه. مين اللي اثر في حياتك في نجاح هاني حتحوت؟ طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، والدي ووالدتي على طول كانوا داعمين وما زالوا الحمد لله. يخليهم. داعمين حتى لو بالطبطبه، يعني ده حقيقي. الطبطبه لوحدها ده حقيقي. بتخليك او ما ده حقيقي. اكمل، فاهمني؟ ده حقيقي. ده حقيقي. بالنصيحه طبعا. اخواتي بكل تاكيد. ربنا يخليهم. في ناس كتيره ربنا وقفهم في طريقي، ولاد حلال من الاساتذه بتوعي، يعني ان هم شايفين طفل صغير بيبدا بيحاول، شاب بيجتهد، فسواء نصحوني سواء عاقبوني. العقاب بتاع الشخص اللي هو مش فاهم الدنيا فبيخلوه يبقى ملتزم، ده كان من الحاجات اللي فهمتني الدنيا. في مواقف على الهوا حصلت علمتني حاجات طبعا. انا قبل كده وانا على الهوا لازم تقفل الساعه 9، البرنامج من 8:30 ل 9 في البي بي سي. تمام. اتقطع عليا الساعه لازم تقفل 9 بالثانيه. انا كنت بختم بقول كان معاكم هاني حتحوت، اتقطع عليا وانا بقول كان معاكم هاني حت. فده علمتني حاجات كتيره جدا ليها علاقه بالالتزام، انه خلاص انت مش جديد عليك، وانت خلاص. عارف انه الساعه 9 بالثانيه لازم تكون مخلص، مهما كان بقى مضمون الحلقه كتير. الانضباط، احترام المستمع والمشاهد، ده حقيقي. دي حاجات علمتني حاجات في حياتي بقى على قد ما اقدر يعني. ده حقيقي. فاهمني؟ لازم في حد في حياتك، يعني انا من الناس اللي انا في حياتي حد عايز اقول لك ايه، ضغطني او الفيدباك بتاعه مش قوي معايا، تمام، بس الحد ده بدون ذكر طبعا اسماء، يعني الحد ده خلاني انا قوي جدا، واشتغلت على نفسي عشان اثبت له هو رقم واحد. اللي انا بيبقى حافز. ده حقيقي. ازاي ايه بقى اللي عمله من غير ما تقول لي اسمه؟ يعني عمل ايه؟ كانت حياه يعني بالنسبه لي. مفهوم. هو انا مش عايز احكي فيه قوي. ماشي. هي حياه. حياه وتحط خط. مفهوم. بيني وبين حياه، يعني مش عايز اوضح قوي. تمام. يعني بيني وبين الحياه دي. تمام. واللي انا اخد قرار اللي انا انجح. ايوه. اثبت. ومن تاني يوم اللي حصل ده قسما بالله واخد قرار ان انا ابقى حاجه قويه جدا وليا وضع قوي جدا. ما شاء الله. انت فاهمني؟ احيانا ده بيبقى حافز كبير قوي، فكره اثبات نفسك قدام. برغم ان الحد ده انا ما بحبش اشوفه دلوقتي. يعني انا ما بحبش اشوفه. مفهوم. ولو حد قابلني مثلا هنا هتلاقيني دخلت في ناحيه ثانيه. انت فاهم؟ بس هو اثبت له اللي انا بقيت قوي. صح. ومعايا حد قوي بيه. ما شاء الله. انت فاهمني؟ ما شاء الله. فدي الحته اللي هو ايه، لازم في حياه كل واحد حد كده. ايوه. صح ولا انا 100%؟ صح 100%. انا الوقعات اللي في حياتنا اللي هي ليها علاقه كمان بالعلاقات بتبقى من الحاجات اللي ان العلاقات دايما من اكتر الحاجات الواحد بيدي فيها جزء من روحه ومن قلبه. فبيبقى جرحها كبير او تعبها كبير، بغض النظر مين اللي غلط بس جرحها بيبقى كبير. تمام. وبالتالي هي اما ان هي توقعك وتفضل واقع، او ان هي تساعدك ان انت تقوم. فعلا. لا اما تبقى تحت في الارض. صح. وتقعد بقى تفتكر الايام. مظبوط. تمام. وخلي بالك انت ممكن الحد ده اصلا ما كنتش يعني في الاول ما كنتش بتحبه. بس انت كنت معاه عشان حياه ماشيه. انت فاهمني؟ بس انت بتوصل للمرحله اكون بقى. ايوه لازم اكون. انت فاهمني؟ انا سالتك بقى، اسالني انت، انا مستني بقى اسئلتك انت بقى. اسالك انا. حلو السؤال ده. انت عندك بنوته؟ لا عندي عمر. شايف عمر فين؟ شايفه ازاي؟ انت شايف عمر الشاب عامل ازاي؟ انا عمر عندي عمر 3 سنين. تمام. انا من الناس اللي انا ما بين طريقين، بس انا يعني الطريق الاقوى اللي انا عايزه هو اللي يبقى ماسك لي شغلي. وده بمهده للحته دي. وحاجه تانية عايزه يبقى ماسك منصب قوي. يعني عارف انت ما بين الناحيتين. بس بتعلمه الحاجات وهو يختار. انا بوري له الدنيا. تمام. عمر طالع هو شكلي بالظبط. طالع كمان قريب مني جدا. ما شاء الله. فحتى قريب من شغلي. بينزل على طول المكان عندي، وبينزل وسط الصناعيه ووسط الناس. والناس حباه. تمام. فانا حابب ان انا احطه في طريق اللي هو ايه،
يعني بنسبه 90% لا، يبقى هو اللي ماسك شغله ماسك دنيتي. ما شاء الله. انت فاهمني؟ بس طيب انا بنتي اسمها حريه، عندها ما شاء سنه. الله ما شاء الله. ما شاء الله. فانا هسالك ما بين السنه والثلاث سنين دول، ايه اللي شايف انه مهم انه كأب اديه لابني في السنتين اللي ما بعد السنه الاولى دي للوصول لعمر يعني؟ بص، انا من الحاجات اللي انا اتربيت عليها وتعلمت على، يعني اتعلمت فيها قوي، ووالدي كان الله يرحمه علمني في الحته دي، اللي انا ما اكسرش نفسيه ابني. يعني النهارده ما ينفعش مثلا ابني مثلا في عنده سنه ولا 2 بدا يفهم الوضع، بدا يفهم، ما ينفعش مثلا تقوم جاي مثلا ضربه، تعنفه. لا، الموضوع ده خلي بالك عليه عامل سيء جدا، ده للابد تاثيره ابدي. بص عليه موضوع سيء جدا. وتلاقي اغلبيه انا اسف الكلمه بيبقى عندهم نقص في الفكر، نقص في التعامل بسبب الموضوع ده، السن ده، بسبب الموضوع ده. صح. النهارده انا قصيت عليه، اتعاملت معاه معامله وحشه، تمام، فالطبيعي اللي هو اصلا طلع عنده نقص في حياته كلها. انت فاهم؟ صح. لا، انا بشوف، انا كنت انا ووالدي كنا اصدقاء. كان والدي راجل معلم في السوق، راجل تاجر قوي. كان في بيني وبينه صداقه. ما كنتش بتعامل معاه اللي هو مثلا ايه، اب وابن. مفهوم. فاهم؟ لا، في صداقه. فكان كل حاجه، عارف انت اللي يقول لك ايه، شربني الحياه. وكان في كلمه على طول يقولها لي، الكلمه دي على طول في دماغي يعني. يقول لي انا علمتك بفلوسك. بفلوسك. يعني النهارده مثلا انا جبت عربيه، خبطتها، تمام، ما انا راكب عربيه وانا صغير، ماشي، خبطتها، صلح، شوف هتصلح ازاي. صلح. هو كده هو هيساعدني. مفهوم. بس انت النهارده انت شغال معايا، تمام، هديك فلوس وبخصمها منك. ايوه، مفهوم. فكان عنده مبدأ كده في الحياه، كان عنده مبدأ في الحياه. النهارده انت بتتعلم بفلوسك، بشقاك. انت فاهم؟ لا، أيوة. كان والدي الله يرحمه كان فكر قوي، باين طبعا باللي انت بتقوله ده وباللي ما شاء الله وصلت له. الحمد يعني لله. في دكتوره قالت لي بعد ما اول ما ربنا رزقنا بحريه، يعني قالت لي نفس الجمله بتاعت ما تكسرش نفسها دي. طبعا. يعني اهم نصيحه قالتها لي طبعا. وقد تكون النصيحه الوحيده قالتها لي. مش هقول لك اي حاجه، عيش حياتك، اتعلم ازاي تربي، افهم، اقرا. بس انا النصيحه اللي هطلبها منك، اوعى تكسر نفسها، اوعى تقفل شخصيتها. ده حقيقي. خليها تنطلق وخلي شخصيتها تتكون، وانت ابقى مخلي بالك منها. ده حقيقي. الكلمه ديت بصراحه من الحاجات اللي مركز معاها، وانت كمان بتاكد عليها طبعا. بص يعني النهارده مثلا واحد زي عمر ابني، انا النهارده مثلا باخده في حضني، طبطب عليه، بحس بحنيته ويحس بحنيتي. تمام. بعيشه عيشه كويسه. بجيب له اللي هو عايزه، لسه طفل. تمام. بس خلي بالك انت هيجي في وقت لازم بقى يبقى ايه، خط بيتحط. طبعا. انت فاهمني؟ اللي هو ايه، يتعلم بقى الحياه، يتعلم الحياه. النهارده لما يوصل لمرحله عنده 10 12 سنه يبدا واعي. وفاهم، يبدا بقى يفهم قيمه الوضع اللي هو هيبقى فيه. ايوه مظبوط، صح. انت فاهم؟ النهارده الدنيا مش سايبه، يعني الدنيا مش سهله. النهارده لو انا تعبت وشقيت وعملت، فالطبيعي ان انت لازم تطلع محافظ على الكلام ده، صح، وتتعب بطريقه مختلفه. تتعب، ايوه، ده اللي احنا كنت بقوله. تنمي، تطور، تحافظ. النهارده صح. النهارده انت ازاي تنمي شغل والدك. صح ولا لا؟ مظبوط. بس انا النهارده، ودي انا بشوفها حواليا، حتى الناس اللي معايا، اغلبيه التيم اللي معايا ناس متعلمه تعليم عالي. انت فاهمني؟ لازم عمر يطلع اول حاجه متعلم تعليم عالي. ايوه. انت فاهم؟ والميزه بقى ما يبقى مثلا متعلم، في السوق عندنا يقول لك ابن سوق. متعلم وابن سوق، الحتتين دول بيوازنوا بعض بقوه. 100%. انت فاهم؟ الحتتين دول بيبقوا قويين جدا يعني. وبيوصل للمرحله اللي هو مع فكر بتعليم ومع فكر في السوق بيبقى فيه نجاح. صح. حتى تشوف الناس اللي هم رجال الاعمال القويه في البلد، ولادهم عاملين ازاي. كسوق وبزنس قويين جدا. ايوه. انت فاهم؟ وفي نفس الوقت متعلمين. صح. النهارده في فكر مختلف، اللي هو النهارده مش لازم ابن السوق ده او اللي هو ابن مهنه ده يبقى اسلوبه، انا اسف في الكلمه، في عجرفه. أيوة. وفي غشوميه وفي قله ذوق. لا. ده تلاقيه هو مؤدب جدا وعاقل جدا، بس هو تجاري، دماغه تجاريه في نفس الوقت متعلم. صح. والتعليم ده بيضيف 100%. انت فاهم؟ بيضيف في التعامل وبيضيف في التفكير دماغك بتبقى مفتوحه اكتر. دماغي بتبقى مفتوحه. صح. انت فاهم؟ 100%. فهي دي بتبقى حاجات مطلوبه تبقى مع الطفل اللي طالع، انت ازاي هتعلمه. قول لي 5 حاجات لو واحد لاول مره
قرر انه يعمل بيزنس وهو ملوش اي علاقه بالبيزنس، بس قرر انه عايز يفتح مورد رزق فيدخل بيزنس. اختار البيزنس واختار الناس اللي هيدخلوا مع بعض كلهم بلا خبرات. 5 حاجات مهم انه يركز فيهم علشان يبدا مشروع مكتوب له ان شاء الله النجاح. طيب بص، اول حاجه القرب من ربنا، القرب من ربنا، القرب من ربنا، القرب من ربنا، القرب من ربنا. دي اول حاجه. انت فاهمني؟ دي عليها عوامل كتير جدا. تمام. بعد كده انت النهارده راجل اخترت بيزنس وخلاص وداخل فيه وبدات هو البيزنس يبقى مقامي. التزام. يعني التزام. النهارده انت راجل فتحت بيزنس جديد، لازم انت الطبيعي انت نازل واقف فيه بنفسك. يبقى لازم اول حاجه ملتزم. تاني حاجه تبعد عن اي حاجه تعطلك. تمام. تالت حاجه انت النهارده ازاي تختار الهيكل اللي معاك اللي يبقى قوي معاك في شغلك. رابع حاجه المورد الاساسي اللي هو البضاعه ازاي تجيبها بتكلفه وكوست يبقى مظبوط عشان تعرف تبيع. خامس حاجه ازاي تعرف تشتغل كماركتنج. انت في او دعايه قويه وتختار الناس تبقى قويه معاك. انت فاهمني؟ البيزنس اختلف عن الاول. انت كنت زمان كنت ممكن تفتح كشك وتحط فيه شويه شغل وتشتغل. الوضع دلوقتي اختلف خالص. ازاي تسويق وعامل ازاي تسويق ازاي صورتك ايوه صح. ايوه صورتك تبقى عامله ازاي وشغلك يبقى عامل ازاي. الموضوع بقى مكلف. انت خلي بالك انت الاول كنت بتفتح وتجيب بضاعه. لا انت دلوقتي هتفتح وتجيب بضاعه وتدفع فلوس من جيبك كتير عشان بعد كده تحصل. مظبوط 100%. حلوه ال5 حاجات. انت فاهم؟ فلا ففي حاجات كتيره واختلافات كتيره عن الاول. اكيد صح. مع تغير الحياه لازم الحاجات بتتطور معاها. ده حقيقي. ده حقيقي. انا سعيد بيك. انا كمان بجد واتشرفت بيك. شرف ليا انا والله. وبجد وانت من الناس اللي هم الجمال، ناس الشيك اللي انا بحب اتعامل معاهم. حبيبي بجد. وطبعا ليا الشرف ان انا وانت انا كمان يعني. انا كمان والله يعني معرفة خير باذن الله. انت حبيبي غير انك شخص ما شاء الله ناجح. وانا زي ما انت قلت انا بحب انا كمان الاشخاص الناجحين. باين عليك. لان كلنا بنساعد بعض. كلنا هي دايما البيئه المحيطه ليك بتاثر عليك سواء سلبا او ايجابا. غير كده انت كمان شخص نظيف يعني. الحمد لله. وده يبان من تعاملاتك مع الناس اللي حواليك، ويبان من تعاملاتك في شغلك، ويبان في افكارك ما شاء الله. فانا اتشرفت بمعرفتك واتشرفت بصداقتك وبتمنى لك كل الخير والله. ان شاء الله استناك ان شاء الله في افتتاح ان شاء الله التجمع 16 واحد ان شاء الله. لازم تكون موجود يعني. تشرفني ان شاء الله. هبقى موجود باذن الله حبيبي. وقبل ما كنتش طولت عليك خالص حبيبي. سعيد بيك. شكرا حبيبي عبد. شكرا ليك ولكل المشاهدين ولكل الزملاء.